ليست كلمة عزاء، ولكنها كلمة وداع. نحن نودع هذه الأرواح البارة التي وصلت إلى فادينا يسوع في السماء، وقد رأى يوحنا الحبيب أنفس الذين قتلوا من أجل المسيح تحت المذبح في السماء وهم هناك معه. قيل لهم أن يستريحوا زمانا يسيرا إلى أن يكمل العبيد رفقائهم، وهم الآن في مكان الراحة السمائية بين يدي الله والملائكة والقديسين. إن أرواح موجودة معنا كما هي في السماء، فالأرواح سريعة في تنقلها، يتشفعون من أجلنا، وقد ارتفعوا كشهداء فوق القديسين. فأنتم تعرفون في طقس الكنيسة أن الشهداء أسمى وأعلى من القديسين. إن يوحنا الحبيب رآهم يلبسون الحلل البيضاء علامة النقاوة والطهارة، ورآهم يمسكون سعف النخل علامة الظفر والنصرة، لأن الكتاب قال آخر عدو يبطل هو الموت، ولا شك أنهم استطاعوا أن ينتصروا بهذا الموت على الموت، لأنهم يعرفون أنهم سيقومون ليحيوا حياة أبدية مع الله وملائكته إلى الأبد. ماذا يفعلون هناك؟ يقول الكتاب يسجدون أمام الحي إلى أبد الآبدين، يرنمون ويسبحون ويرتلون في فرح، وقد علت على رؤوسهم أكاليل وضعها الرب على كل الذين آمنوا به. واحد، إكليل القداسة. هنا على الأرض نحن نخطئ، أما هم بعد أن صعدت أرواحهم إلى السماء لا يخطئون، دخلوا إلى القداسة الكاملة في محضر قدوس القديسين الذي هو الله. الإكليل الثاني إكليل الفرح. كل واحد منهم سمع صوت بيقول له ادخل إلى إيه؟ فرح. ادخل إلى فرح سيدنا. الإكليل الثالث إكليل الشركة مع الملائكة والقديسين والقديسات. هم دلوقتي فوق مع ربنا مع محفل أبرار مكملين، قديسين وقديسات بيسبحوا ويرتلوا معهم. كانوا هنا بيعملوا التسبحة مع بشر زينا كده احنا، لكن دلوقتي بيعملوا التسبحة مع أرواح الأبرار المكملة في حضرة الله. لكن أهم إكليل أخذوه كان إكليل الخلود. لأن ربنا قال لهم إني أنا حي فأنتم ستحيون إلى الأبد. باسم الكنيسة كلها، وعلى رأسها قداسة البابا شنودة الثالث الأب الروحي لنا جميعا، والذي يتألم لآلام أولاده
أعضار المجمع الأجلاء، الآباء المطارنة والأساقفة، باسم الكهنة والرهبان، باسمكم جميعا نقدم التعزية لأسر الشهداء، ونقدم الصلوات ليشفي الرب المصابين لكي ما يعودوا بأكثر قوة إلى الكنيسة وإلى كرم المسيح. الله وحده هو ضمين العزاء، وهو الذي قال: كما تعزي الأم أولادها أنا أعزيكم، يقول الرب. لربنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد.